يعني انت مستني مني اقول ايه؟ انت عايز حاجه؟ يعني مستني حاجه مني؟ احنا حرفيا بنطبق المثل اللي بيقول ان احنا بندن في ملطه، او ان احنا بنتكلم في الفاضي. يعني انا وغيري وكلنا بنتكلم في نفس الحاجه بقالنا 900 سنه. مفيش اي جديد. كل اللي بنتكلم فيه كل مرة هو نفسه كل اللي بنطلع فيه نتكلم فيه كل مرة، ومفيش أي اختلاف. مفيش أي حاجة تديلك أمل إنه الجانب التاني اللي إحنا بنكلمه بيسمعنا. مفيش أي حاجة. خسرنا المباراة في الجولة السادسة والأخيرة قدام أورلاندو بايرتس، اللي بقى بالنسبة لنا سجله قدامنا، أو إحنا سجلنا قدامه مش أحسن حاجة، مش لطيف يعني، مش ظريف. خسرنا على أرضنا، وخسرنا للمرة التانية في دور المجموعات. أرقام كلها سلبية. وهقول لك يعني لو أنت مستني إن أنا أطلع أهاجم كولر في الحلقة دي، فأنا يعني اقفل الحلقة وروح شوف لك حاجة تانية تشوفها. يعني مش ههاجم كولر يعني كولر مش هو خط الهجوم الاساسي بتاعي النهارده. يعني انا مش ههاجم كولر. عنده مشاكل وعنده حاجات ممكن نتكلم عنها، ولكن زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت، كولر ده اخر واحد يتهاجم واخر واحد تتكلم معاه في اللي بيحصل في جوه الفرقه. انا النهارده جاي بقى اشوف ايه المشكله اللي عند مجلس الاداره، يعني ايه المشكله اللي عنده معانا احنا كجمهور. عشان كده الموضوع بوخ قوي. يعني عارف انت لما حاجه تبوخ منك وطعمها يبقى مزز كده ورخمه كده، هو الموضوع يعني بوخ على الاخر. موضوعنا مع مجلس اداره النادي الاهلي. فلو انت مستني ان انا اهاجم كولر، مش ههاجم كولر النهارده. يعني معلش، يعني بعتذر لك، مش ههاجم كولر. انا جاي النهارده هاجم الاداره. فانت لو عايزني هاجم، يعني لو انت مستنيني انا هاجم الاداره، يبقى انت اتفرج بقى عينا للاخر بقى وشوف الحلقه وقول لي رايك في التعليقات. قبل ما نتكلم في اي حاجه، ظبط لنا يعني القعده المتينه كده. انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس عشان تشوف كل حلقاتنا الجديده. انزل اخبط زرار الجرس وجهز لنا كده الجو برد قارس وانا متكتك وانا بصور الحلقه. يعني فاعمل لنا كده اي حاجتين كده سخنين كده نشربهم كده واحنا بنتكلم. وتعالى بينا علشان نشوف الحزن اللي احنا فيه والحاله اللي وصلت لها فرقه النادي الاهلي. تعالى نشوف ايه اللي عندنا. طيب صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. امبارح كنا بنلعب مع اورلاندو بايرتس في الجوله السادسه على ارضنا وسط جمهورنا في ملعب استاد القاهره، الملعب التاريخي بتاع الكره المصريه وبتاع النادي الاهلي. وخسرنا 2-1 وطلعنا تاني المجموعه. طبعا المباراه دي قبل المباراه ما تنطلق كانت منافسه ما بيننا وما بين اورلاندو بايرتس. احنا الاثنين كنا ضامنين تاهلنا من الجوله الخامسه، وكنا بنلعب عشان نشوف مين اللي هيصعد اول المجموعه. وخسرنا 2-1 وطلعنا تاني المجموعه. ممكن البعض يشوف انه ده، يعني انتوا مكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ ما احنا بنطلع تاني مجموعات كتير في الفترات اللي فاتت وبناخد البطوله في الاخر، شيء وفال كويس. ماشي، انا متفق في وجهه النظر دي، ولكن يعني المؤشرات كلها بتقول ان احنا مش كويسين. فده اللي قالق الواحد بقى، وده اللي مزعل الواحد بقى. احنا مش كويسين، وبنتكلم من اول السيزون ان احنا مش كويسين، وان احنا مستوانا تعبان مله. الفرقه مستواها تعبان مله، والفرقة تم تجريفها من كل النجوم اللي فيها وما تمش تعويضها بأي حد خالص. والفرقة فضت وفرغناها ومبقاش يعني ما بقاش عندنا دكة، حاجات كتير جدا. فاحنا مستوانا وحش، فعشان كده احنا زعلانين. طيب، رسالتي الأساسية في هذه الحلقة عشان ما نطولش على بعض يعني، هي المجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وللناس اللي بتدافع عن كابتن محمود الخطيب. من بقى كابتن احمد شوبير، من كابتن عادل القيعي، من كابتن اسامه حسني جوز بنت كابتن محمود الخطيب. لكل الناس اللي لما اي حد بيطلع ينتقد مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب واللجنه الفنيه واي حد، بيطلعوا يهاجموه وبيطلعوا يهاجموا الناس ومحسين ان احنا يعني ايه بنهاجمه علشان مصالح شخصيه معاه. كلام بقى من ابو ناهيه بقى، كلام بقى من وش القفص بقى زي ما بيتقال. ايه الموضوع؟ لا بجد ايه الموضوع يعني؟
يعني انتوا عايزين توصلوا الفرقه لايه؟ انا مش متخيل ان ده مجلس الاداره اللي كون الفرقه دي. مش متخيل يعني لو جبت حد بقى من كوكب زحل وجيت قعدت قدامنا، يعني لو جبنا كائن فضائي كده من كوكب زحل وجينا قعدناه كده وقلنا له انه في عندنا فرقه اسمها النادي الاهلي في 2018 و2019 كونت فرقه قويه، ودلوقتي الفرقه دي بتفضى، ولو قلنا له بقى ادينا له بقى الحته بقى الضربه القاضيه بقى، وقلنا له انه مجلس الاداره ده هو نفسه مجلس الاداره ده، يعني مجلس الاداره اللي كون الفرقه دي هو نفسه مجلس الاداره اللي بيهد الفرقه دي، الراجل ممكن يعني يطب ساكت مننا، يسرق مننا. انا مش متخيل ان هو ده مجلس الاداره اللي عمل الفرقه دي هو نفسه مجلس الاداره اللي بيهد في الفرقه دي. فايه الحوار؟ يعني ايه الحل يا كابتن محمود الخطيب؟ انا بحبك على المستوى الشخصي، انت حضرتك انسان محترم جدا، يعني دي كده بس البدايه، انت حضرتك انسان محترم جدا وابن ناس جدا وانسان نظيف جدا والكل يشهد لك بكده، وراجل ما بتطلعش منك العيبه، ويعني بص انت على راسنا كلنا بنحبك، ولكن انت عندك مشكله كبيره بامانه الله، يعني بامانه الله رساله من ناس محبين ليك، والله انت عندك مشكله كبيره في لجنه التعاقدات، وعندك مشكله كبيره في الناس اللي حواليك. عندك مشكله، عد معايا بقى يا كابتن محمود الخطيب، يعني لو انت شفت، يعني لو حصل وشفتنا، يعني عندك مشكله كبيره في لجنه التعاقدات، عندك مشكله كبيره جدا في لجنه التخطيط، عندك مشكله كبيره جدا في الناس اللي بتقعد تتكلم معاها في الامور الفنيه للفرقه، عندك مشكله كبيره في الناس دي كلها. الناس دي كلها اثبتت فشلها، ناس فشله مع احترامي ليهم ولتاريخهم الكروي لو حد فيهم كان بيلعب كوره ولكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، ولكن الناس دي فشله. ده التعاقد، او ده يعني فتره التعاقد رقم 900 اللي ندخل فيها ونبقى فاشلين. احنا النهارده 19 يناير، يعني عدى تلتين الشهر، تلتين شهر يناير اللي هي فتره الانتقالات عدى تلتينه، وما بقاش يعني ما بقاش الا القليل والشهر يخلص وفتره الانتقالات الشتويه تخلص، اللي احنا كنا المفروض داخلين نعوض فيها الجاب الكبير اللي عندنا جاب كبير جدا من حيث اللعيبه المحليين اللي احنا عايزين نعوضهم بلعيبه محليين تانيين، او من حيث اللعيبه الاجانب اللي ناس كتير منهم مشوا وما عادش فاضل لنا غير 2 بس ومصابين. فاحنا داخلين الفتره دي علشان نعوض. عدى شهرين او عدى 20 يوم يا كابتن محمود الخطيب، تلتين الشهر عدى واحنا لسه ما عملناش حاجه، ولسه ما تعاقدناش مع حد، والفرقه بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله فاضيه. يعني اكيد انت بتشوف الماتشات معانا، يعني اكيد انت بتشوف الماتشات زيك زينا، اكيد انت بتشوف المستوى اللي وصلت فيه الفرقه، واكيد مش هتروح انت تلمي اللوم على الراجل المدير الفني وانت مش موفر له. احنا مش موفرين له اي حاجه. انت عارف احنا خريانين مدريانين، قسما بالله خريان مدريان. احنا مع فرقه النادي الاهلي مش موفرين للراجل ده اي حاجه. الراجل ده لو يعني اخد شنطته بكره الصبح ومشى، والله العظيم يعني انا عن نفسي باشا عمل كل حاجه ويروح بقى يشوف. يعني هو لو قال بس لو خبط على باب الخليج كده، يعني بص هيفتحوا له كنوز قارون. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله في الفرقه دي؟ وايه اللي انتوا بتعملوه في الفرقه ده؟ وايه المستوى في التعاقدات اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني ايه انديه في افريقيا يا راجل يا مؤمن؟ يعني ايه انديه في افريقيا اقل مننا في التصنيف واقل مننا في الاسم واقل مننا في الامكانيات واقل مننا في كل حاجه، تجيب لعيبه احسن مننا، تبقى عينيهم في اللعيبه احسن مننا، تبقى التعاقدات بتاعتهم زي السكينه في الجاتوه زي السكينه في الحلاوه وسهله جدا، يتعاقدوا مع اللاعب بكره يجيبوه النهارده، او يتعاقدوا مع اللاعب امبارح يجيبوه النهارده. ليه الحاجات دي مش عندنا؟ ليه بقى في صعوبه بالغه، بقى في عندنا مشكله. احنا بقينا يعني عارف ان هو ايه، احنا بقينا كجمهور او انا مثلا كمشجع بتكلم عن نفسي، احنا بقينا شايلين هم كل فتره تعاقد بتيجي. ده فترة التعاقد جاية يا خرابي، هنرجع بقى المسلسل من أوله تاني ليه كده؟ إيه اللي وصلنا يا كابتن محمود الخطيب يا مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر؟ إيه اللي وصلنا لكده؟
حد يطلع ابوس ايد اللي جايبينكم، اطلعوا قولوا لنا ايه اللي وصلنا لكده. يعني ايه انا اتغلب؟ معلش مع احترامي لكل الفرق اللي كانت معانا في المجموعه، كان معانا اورلاندو بايرتس فرقه كويسه جدا، وشباب بوليسداد فرقه محترمه جدا، وكان معانا استاد ابيجان الايفواري. يعني ايه انا اتغلب ماتشين في المجموعه دي؟ انا اتغلب من ماتشين في مجموعه زي دي، ومنهم ماتش على ارضي، والماتش الاخير اللي انا مستنيه عشان احسم صداره المجموعه. ده احنا مش وصلنا بقى يعني مش الفرقه مش يعني مستواها ما نزلش بقى للحضيض. ده احنا بص احنا شلنا الحضيض كده ونزلنا تحتيه. اه والله شلنا الحضيض كده ونزلنا تحتيه. انا اتغلب ماتشين ومن مجموعه زي دي اجمع 10 نقط بس. ايه يا رجاله في ايه اللي حصل في الدنيا؟ الدنيا ماشيه بظهرها ولا ايه اللي حصل؟ ولا الفرخه اخذت كتاكيتها ولا في ايه بالظبط؟ ليه العبث ده؟ ليه العبث ده؟ وليه قله المهاره في التعاقدات دي؟ وليه ما عادش فيه؟ يعني انتوا ليه يعني كابتن محمود الخطيب انت ليه مش شايف المشكله اللي احنا شايفينها؟ حضرتك ليه مش شايف المشكله اللي احنا شايفينها؟ ان في عندنا مشكله في التعاقدات، وفي عندنا مشكله في ان احنا بنجيب لعيبه، وفي عندنا مشكله ان احنا مش عارفين نوفر للراجل اللعيبه اللي هو عايزها. انت مش شايف اللي احنا شايفينه؟ يعني هل انت شايف مثلا ان الفرقه بسم الله الرحمن الرحيم واو مقطعه السمكه وديلها وادائها في الموسم ده زي الفل والفرقه مش ناقصها حد؟ ده احنا علي معلول اللي هو معانا اصلا قاعد معانا في القاهره مش عارفين نرجعه تاني للقايمه. هو فيها رجاله يعني. هو يعني لو احنا بنقول حاجه غلط يا كابتن محمود الخطيب، يعني لو احنا الناس اللي بتحلل كوره والناس اللي بتتكلم واحنا الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، لو احنا بنقول حاجه غلط اطلع قول انتوا غلطانين. انت حضرتك ساكت والناس اللي معاك ساكته ومجلس الاداره ساكت، واللي بيتكلموا بس الناس اللي في الاعلام اللي بتدافع عنك. كل ما حد يطلع يتكلم في الموضوع يطلع كابتن احمد شوبير واستاذ ابراهيم المنيسي كلهم على راسي. استاذ ابراهيم المنيسي، باشمهندس عادل القيعي، كابتن اسامه حسني وغيرهم كتير يدافعوا عن المجلس وكاننا بنقول حاجات غلط، وكاننا بنقول حاجات مش موجوده. هل ده معقول؟ يعني هل حضرتك شايف ان احنا بنتبلى عليكم، بنتجنى عليكم، بنقول حاجات مش موجوده؟ عرفنا يعني اللي انا شايفه انا كمواطن مشجع فرض اهوت مصري. لا اللي انا شايفه دوت الفرقه دي يعني لو راحت نص النهائي بص قسما بالله احنا نمسك زمامير لمارسيل كولر ده. يعني بص الفرقه دي ما تعديش باب الشقه ده، قسما بالله ما تعدي باب الشقه ده. مع احترامي انا اهلاوي صميم وعارف الاهلي ده، والاهلي لما هيطلع من دور المجموعات الكلام ده على عيني وعلى راسي هيتحول وحش، ولكن انت المؤشرات بتاعتك مش كده. واوعى حد يقول لك ان احنا المواقف دي عدينا بيها قبل كده وبنصعد شكلنا وحش في دور المجموعات، بنصعد بيبقى شكلنا حلو بعد كده. انت كنت بتعمل كده عشان كان عندك سكواد حلو، لكن دلوقتي الفرقه فاضيه. الفرقه فاضيه من اللاعيبه محليين اللي في ناس فيهم في لاعيبه محليه في الفرقه لازم يتفوروا. في لاعيبه محليه عندنا في الفرقه خلاص هم جابوا اخرهم وشطبوا وشكرا بقى لازم يمشوا. وفي لاعيبه اجانب لازم نجيبهم. احنا عندنا مراكز اجانب كتير كتير كتير، واتكلمت في الموضوع دوت الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. عندنا 8 مراكز اجانب مفيش فيهم غير 2 بس، وال2 مصابين. يعني انا مش عارف هل احنا بنقول مثلا كلام حرام ما يصحش ان هو يتقال، ما ينفعش ان احنا نقول الكلام ده، ولا هل احنا مطلوب مننا ان احنا نشوف الفرقه مستواها وحش وبتخسر وبتنزل ومستواها بينزل ماتش ورا التاني من اول الموسم ونقعد ساكتين عشان ما نبقاش وحشين؟ ما انا مش عارف، ما انا برضو مش عارف نعمل كده ولا نعمل كده. يعني بصراحه انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اوصل لكم رساله ازاي اكتر من كده. يعني في عندنا مشكله وداخلين على دور الثمانيه، وهنلاعب اول مجموعه من المجموعات الثانيه، وهيبقى ماتش صعب، والماتش الثاني بره ارضنا، وشويه حاجات كتير كده ملعبكه.
لو انتوا حضراتكم مش شايفين انه في مشكله قولوا لنا، اطلع يا كابتن محمود الخطيب قول لنا بصوا يا رجاله اللي انتوا بتقولوه ده كله بخ، احنا الفرقه زي الفل والدنيا زي الفل، واللي انتوا بتقولوه ده كله كلام غلط في غلط. نعرف انت دماغك فيها ايه. لكن سكوت حضرتك دوت انت راجل ما بتتكلمش كتير وماشي على عيني وعلى راسي، لكن في مواقف لازم رئيس النادي يطلع يتكلم فيها. السكوت المبالغ فيه ده اللي هو السكوت بقى اللي يعني يخليك تضرب اخماس في اسداس، ده يعني ده مش مطلوب دلوقتي. طيب ماتش امبارح منتهى البساطه، نرجع بقى خلاص يعني مش هقول يعني هقول ايه اكتر من كده، مش عارف اقول ايه، اقول لهم ايه اكتر من كده، اقول لهم ايه اكتر من ان احنا عندنا مشكله. نرجع بقى للماتش امبارح. استاذ مارسيل كولر طبعا ما هو مش معاه واحد عنده على الدكه علي علو او اشرف كوخ، عاوز يعمل ايه؟ ما هو دي التشكيله اللي معاه، هيعمل ايه؟ بدأنا امبارح التشكيل بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، احمد نبيل كوكا خط الدفاع كله، مروان محسن وندفيد وقفشه في نص الملعب. وتعالى بقى يا كابتن محمود الخطيب اسمع بقى الحته دي، احنا من كتر ان الراجل ما عندوش لعيبه، الاثنين اللي المفروض هم بيلعبوا صناع العاب او اللي بيلعبوا في نص الملعب المهاجم، الاثنين التمانيات بتاعتنا كان بيلعب بهم اجنحه. يعني كابتن محمود الخطيب حضرتك لعيب اكتر مني ولبست شورت ونزلت ولعبت، يعني لعيب تاريخي في الكره المصريه وفي النادي الاهلي. مارسيل كولر عشان ما عندوش لعيبه، ما معهوش قماشه كبيره، الفرقه فضيت عليه، لعب الاثنين التمانيات بتوعه اجنحه. فكنا بنلعب امبارح بامام عاشور وعمر الساعي اجنحه، وقدامهم اسامه ابو علي. لو ده حضرتك يعني يدي لك اي دلاله ما اعرفش. كنا زي الزفت امبارح، الماتش ده كنا زي الزفت ووحشين ونستحق ان احنا نتغلب، ما عملناش اي حاجه وكنا رد فعل، وعندنا دفاع امبارح يضحك، يعني رامي ربيعه وياسر ابراهيم يضحكوا جدا، فقره كوميديه يعني سيت اب كوميدي، سيت اب كوميدي امبارح. اللي عاوز يتفرج على مسرحيه كوميديه يتفرج امبارح على دفاع النادي الاهلي. اتاخرنا في النتيجه، نزلنا الشوط الثاني ما عملناش اي تغيير. مارسيل كولر بقى في الدقيقه 64 بدا يعمل تغييراته، خرج قفشه ونزل حسين الشحات، خرج عمر الساعي ونزل كريم الدبيس، خرج خالد عبد الفتاح ونزل محمد هاني. انا برضو مش يعني انا ما اتفرجتش على الماتش بحكم ظروف الشغل والعمل يعني كده، بس اتفرجت على هايلايتس، ما شفتش اي حاجه مختلفه. لو في حد اتفرج على الماتش يعني وشاف ان احنا اتحسنا شويه يقول لي في التعليقات. في الدقيقه 73 خرج مروان عطيه ونزل عمرو السوليه، وفي الدقيقه 82 خرج نيدفيد ونزل اكرم توفيق. اتعادلنا بحسين الشحات لما نزل، ولكن اتجاب فينا جون من برضو المسرحيه الكوميديه اللي بتحصل ورا في خط الدفاع. ملخص الحكايه ان احنا اتغلبنا، بقينا تاني المجموعه، مجموعه بقى شكلها، لان الناحيه الثانيه اورلاندو بايرتس او الناحيه الثانيه شباب بوليسداد، هو واستاد ابيجان طبعا كان مباراه تحصيل حاصل، شباب بوليسداد كسب 6-0 ولكن هما الاثنين خرجوا. المجموعه بقت بالشكل التالي: اورلاندو بايرتس في الصداره ومعاه 14 نقطه، النادي الاهلي في المركز الثاني ومعاه 10 نقط وصعدنا احنا وهم اول وثاني، شباب بوليسداد في المركز الثالث 9 نقط، واستاد ابيجان في المركز الرابع بنقطه واحده. بقيه المجموعات امبارح كان في برضه ماتشات معانا في نفس اليوم. يانج افريكانز في المجموعه الاولى استقبل مولوديه الجزائر، ماتش كان طبعا قوي جدا لان الاثنين كانوا بيتنافسوا. المجموعه دي كان الهلال حاسمها من الجوله الخامسه، ضمن صعوده لدور الثمانيه. كانت المنافسه ما بين مولوديه الجزائر ويانج افريكانز على البطاقه الثانيه، ماتش انتهى تعادل سلبي، طبعا ده كان في مصلحه مولوديه الجزائر. وعلى الناحيه الثانيه الهلال السوداني في اخر ماتش ليه راح لتيبي مازيمبي الكونغو وتعرض لهزيمه كبيره، طبعا يعني هي هزيمه كبيره ولكن مش مؤثره، كده الهلال زي ما قلت لك اتاهل، اتغلب 4-0. فبقى شكل المجموعه الاولى بعد نهايه الجوله السادسه: الهلال في المقدمه معاه 10 نقط، مولوديه الجزائر في المركز الثاني معاه 9 نقط، يانج افريكانز ثالث 8 نقط، ومازيمبي في المركز الخامس او في المركز الرابع ومعاه 5 نقط. المجموعه الرابعه برضو اتلعبت ماتشاتها امبارح. طبعا المجموعه برضو الرابعه كانت في الجوله الخامسه معروف مين اللي اتاهل فيها، وضمن الترجي وضمن بيراميدز تاهلهم للدور الثاني، بيلعبوا تحصيل حاصل برضو في الجوله السادسه. الترجي استقبل سجراده وكسبوا 4-1، وبيراميدز استقبل دجوليب المالي وكسبوا مكسب كبير 6-0، وتأهل الترجي اول وبيراميدز تاني، وكل واحد فيهم معاه 13 نقطه.
فرق المباريات المباشره لصالح الترجي هو اللي خلاته يصعد اول المجموعه، والاثنين تاهلوا لدور الثمانيه. فاضل بس يعني لغايه وقت تسجيل الحلقه وانا بكلمك كده لسه المجموعه الثانيه اللي برضو فيها صراع قوي، ضمن الجيش الملكي صعوده، في صراع بقى ما بين صن داونز وما بين الرجاء البيضاوي على المركز الثاني. في مباراتين النهارده، الرجاء البيضاوي هيستضيف منياما، وصن داونز هيستضيف الجيش الملكي، عشان نشوف مين اللي هيتأهل مع الجيش الملكي للمباراة او للمرحلة اللي جاية. الترتيب قبل الجولة دي ما تنطلق، الجيش الملكي في الصدارة ب9 نقط، صن داونز 8 نقط، الرجاء البيضاوي 5 نقط، منياما 3 نقط. من وجهة نظري شايف انه صن داونز عنده الافضلية شوية ان هو يتأهل، ولكن هنشوف. ملخص الحكاية ان احنا اتأهلنا لدور ال16، لدور الثمانية عفوا، ولكن ادائنا وحش، احنا كفرقة وحشين، كمجلس ادارة وحشين جدا 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 جدا. فضينا الفرقة وما جبناش النجوم اللي تعوض الفرقة اللي او النجوم اللي مشوا، فاحنا وحشين جدا وما عملناش اي حاجة تخدم الفرقة. ومش عارف هنفضل نتكلم امتى في الموضوع ده، لغاية امتى مش عارف. واتمنى ان دي تكون اخر مره اتكلم في الموضوع ده، واتمنى لما تخلص الحلقه ديت اجي الحلقه اللي جايه اقول لك ان احنا تعاقدنا مع اسماعيل وبحبوره ومحمود تراوري، واتمنى ان انا افضل يعني ارص لك كده طبعا 6-7 لعيبه اجانب سوبر، اتمنى ذلك، ولكن مش شايف كده صراحه. ما عادش الا زي ما بقول لك 10 ايام على الشهر ما ينتهي، فمش عارف احنا هنعمل ايه. ولكن اتاهلنا لدور الثمانيه، ربنا يستر. طبعا النادي الاهلي اتاهل كمركز تاني. بقى عندنا يا اما الاحتمالات اللي عندنا، طبعا كده كده احنا مش هنقابل اورلاندو اللي معانا في نفس المجموعه اللي كان معانا، ففي عندنا يا اما الهلال السوداني صاحب او المركز الاول في المجموعه الاولى، يا اما الترجي التونسي المركز الاول في المجموعه الرابعه، يا اما اول المجموعه الثانيه اللي لسه هو لغايه دلوقتي الجيش الملكي، ولكن هنشوف بعد نهايه الجوله السادسه مين اللي هيبقى اول المجموعه الثانيه. دول الثلاث احتمالات اللي عندنا، يا اما الهلال السوداني، يا اما الترجي التونسي، يا اما فرقه اللي هتطلع اول المجموعه الثانيه. دول الثلاث احتمالات اللي عندنا ان احنا نقابلها في دور الثمانيه. هل فيهم ماتش سهل؟ لا خالص. ولو حد قال لي الهلال السوداني عامل بطوله 10/10، واول فرقه ضمنت تاهلها لدور الثمانيه، فماتش هيبقى قوي جدا برضو. فهنعمل ايه؟ معرفش. الاداره هتعمل ايه؟ معرفش. لكن اللي قدامي كده ان احنا داخلين في حاره ضلمه ودنيا مسوده، ولنا الله يعني. في النهايه قول لي برضو يعني رايك في التعليقات. شايف المباراه عامله ازاي؟ شايف اداء الاهلي عامل ازاي؟ شايف الاداره وتعاملها مع الملف بتاع التعاقدات عامل ازاي؟ قول لي رايك في التعليقات. ولو ما عملتش سبسكرايب انزل على طول اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بحلقاتنا اول باول. وما تنساش برضو ان انت تعمل لايك وفولو وشير لمواقعنا على السوشيال ميديا المختلفه. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. استودعكم الله. السلام عليكم.